بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام من قناة سلام الإعلامية المباركة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على خير وأن نفترق على خير إن شاء الله. هذه الحلقة رقم 161 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نفتتح البرنامج ونختتم بها، ولا نزال معكم مشاهدي الكرام في فنون النحو وإعرابه، أو فنون الإعراب وفنونه في اللغة العربية. لا نزال في الاسم، ونتحدث اليوم نقلا عن الكتاب الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة عزيزي المشاهد، وأرجو أن تكونوا تستفيدون منها كما نحن نستفيد من هذه الإطلالة في شيء من اللغة العربية، فنون الإعراب ونحوه. اليوم نتحدث عزيزي المشاهد عن الاسم من حيث العدد، حيث ينقسم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. أي اسم في اللغة العربية إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمع. فالمفرد عزيزي المشاهد هو ما دل على واحد أو واحدة، مثل محمد وفتى وغلام، أو فتاة، فاطمة، أو سيارة. وقد يكون الاسم مثنى، وهو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون في حالة الرفع. كما سنرى المثنى يرفع بالألف بزيادة الألف والنون، يعني محمد تقول محمدان. لكن متى يكون مرفوعا؟ إما أن يكون مبتدأ، إما أن يكون خبرا، إما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل وما إلى ذلك. فالمثنى يرفع بزيادة الألف والنون، أو ياء ونون في حالتي النصب والجر، لأنه تحدثنا في الحلقة السابقة من علامات الاسم أن ينصب ويجر ويرفع كذلك. فتضاف ياء ونون في حالتي النصب والجر على مفرده، ويفتح ما قبل هذه الياء في حالتي النصب والجر، وتكون النون مكسورة في جميع الحالات، مثل حضر الطالبان، هذا مثنى، وحضرت الطالبتان، ورأيت الطالبين، ورأيت الطالبتين، ومررت بالطالبتين، ومررت بالطالبتين. هذا في حالة المثنى، سواء كان مذكرا أو مؤنث. الحالة الثالثة من علامات الاسم أو من حيث العدد الجمع. الجمع هو ما دل على أكثر من اثنتين أو اثنين، وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، ويكسر ما قبل الياء حينئذ، وتكون النون مفتوحة في جميع حالات الإعراب، مثل نجح المسلمون في غزو الروم، أو رأيت المسلمين في أمريكا، أو مررت بالمسلمين في أوروبا. وشروط جمع المذكر السالم: يجمع هذا الجمع العلم الصفة، بمعنى واحد علم زايد مذكر عاقل خال من تاء التأنيث والتركيب، مثل محمد، محمدون، محمدين في جمع المذكر السالم. محمدون إذا كان فاعلا أو مبتدأ وخبر، أو خبر، أو يكون اسم كان وخبر إن، أو محمدين إذا كان في حالة الجر، وهكذا، والنصب كذلك. مسلم، مسلمون، مسلمين. مجتهد، مجتهدون،
مجتهدين. اثنين، صفة زايد أو زايد مذكر عاقل، زايد خالية من تاء التأنيث والتركيب، مثل مؤمن، مؤمنون، مؤمنين، نشيط، نشيطون، نشيطين. هنالك ملاحظة عزيزي المشاهد: يسمى هذا الجمع سالما لأن مفرده سلم من التغيير في حروفه بعد زيادة واو ونون أو ياء ونون عند جمعه. هو في مفرده سليم، مثل مؤمن، يعني سليم من التغيير في حروفه بعد زيادة واو ونون، خاصة كما أشرنا في السابق، أو كذلك أو ياء ونون عند جمعه، زي مؤمن، مؤمنون، واو ونون. بجمع المؤنث السالم، أكملنا جمع المذكر السالم وفيه قسمين. أما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء مفتوحة على مفرده، مثل فاطمة، فاطمات، زينب، زينبات. وإذا كان آخر المفرد تاء تحذف عند الجمع، مثل طالبة، طالبات، طائرة، طائرات. ونأتي الآن إلى شروط الاسم الذي يجمع جمع المؤنث السالم. هنالك شروط، ليس كل اسم تجمعه جمع مؤنث سالم. واحد، إما أن يكون علما لمؤنث آخره تاء التأنيث أو ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، مثل هند تجمع على هندات، بديعة، بديعات، ذكرى، ذكريات، صحراء، صحراوات. ثانيا، صفة ما لا يعقل، شاهق تقول جبل شاهق وجبال شاهقات، أو يكون مصغر لما لا يعقل، مثل مصنع، مصينع، أو مصينعات. هنالك ملاحظة هامة: هنالك كلمات هي جمع تكسير وشكلها شكل جمع المؤنث السالم لأن التاء فيها أصيلة، مثل أوقات، هي وقت، أوقات جمعها، كلماتها هي جمع تكسير وشكلها شكل المؤنث السالم. أوقات، أقوات، أصوات، وأبيات، يعني أوقات وأقوات وأصوات وأبيات. وثالثا، جمع التكسير. تحدثنا عن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، الآن نأتي إلى جمع التكسير. جمع التكسير وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة مفرده، وهو جمع عاقل أو جمع عام للعاقل وغير العاقل مذكرا أو مؤنثا، وهو سماعي في أكثر صوره. ومنه صيغة منتهى الجموع، هي كل جمع تكسير. يعني ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ هي كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، مثل أفاضل، زغاريد، صحائف، مساجد، مصابيح، شوارع، عصافير. خلونا نمشي كلمة كلمة. هي كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان. أفاضل بعد جمع الألف جمعه ما هو أفضل وأفاضل، فبعد ألف التكسير هنالك حرفان أو ثلاثة أوسطهما ساكن: أفاضل، زغاريد، صحائف، مساجد، مصابيح، شوارع، وعصافير. ثانيا، صيغة منتهى الجموع
وصيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير عدد حروفه 5 أو 6، ثالثه ألف بعده حرفان أو 3. مثل لو نظرنا إلى عواطف أو شوارع وكنائس، هذا الاسم عدد حروف الكلمات أو عدد حروف الكلمة عواطف هي 5: العين والواو والألف والطاء والفاء. أو تكون 6 مثل عصافير، مناديل، مصابيح. الملاحظة التغيير الذي يحدث في صورة جمع التكسير عن مفرده قد يكون على النحو التالي: إما بزيادة حرف على المفرد كقولك قلم أقلام، حرف واحد. قميص قمصان، وإذا أدخلت قميصان تبقى جمع مثنى. ب بنقص بعض الحروف مثل كتاب كتب، حذفنا الألف. شجرة شجر، هذا جمع. جيم بتغيير في شكل الحرف، أسد أسد، تغيير شكل الحرف يعني الحركات بمعنى. 2 قد تجمع الكلمة أكثر من جمع، مثل كتاب مثلا، عفوا كاتب، كلمة كاتب لمفرد يمكن أن نجمعها جمع مذكر سالم، كأن نقول كاتبون. أو جمع تكسير كتبة، مثل عامل عاملون عمال. ثالثا عزيزي المشاهد، لا نزال نتحدث عن الاسم. تحدثنا عن الاسم من حيث العدد، الآن نتحدث عن الاسم من حيث التعيين. من حيث التعيين قد يكون الاسم نكرة، والنكرة هو الذي يخلو من الأداة ال ويدل على غير معين. فلو قلنا دخل رجل أو قلنا دخل الرجل فهناك رجل معروف لدينا. فالنكرة هو الذي يخلو من الألف واللام اللي هي التعريفية. فرجل نكرة، المعرفة منه الرجل، وهنا لام شمسية، الشمس، الرجل. ب إما أن يكون الاسم معرفة، والاسم المعرفة هو كل اسم يدل على معين، مثل الرجل معروف، محمد، هنالك محمد معروف لدينا كمحمد صلى الله عليه وسلم. جيم المعرفة أنواع، يعني الاسم من حيث التعيين إما أن يكون نكرة أو معرفة. والله الكلام ده في اللغة الإنجليزية ما موجود. كل الكلام اللي قاعد نقول عن الاسم، اسم بس يقول لك سبجكت وخلاص انتهى. لا عنده مذكر، لا عنده مث لا عنده هذا من حيث العدد، من حيث التعيين. هذه لغة غنية عزيزي المشاهد. وكما قيل اللغة العربية باب من حديد وبيت من خشب. هذا الباب كيف تكسره؟ باب من حديد، هذه القواعد وهذا النحو وهذا الإعراب. مجرد أن تكسر هذا الباب الحديدي فتدخل البيت من خشب، والخشب تستطيع أن تشكله كما تشاء. لذلك نأتي الآن إلى الاسم من حيث المعرفة. المعرفة إما أن يكون ضميرا أو علما أو اسم إشارة أو اسم موصول أو معرفا بالألف واللام أو
مضاف إليه، أو أن يكون المنادى المقصود تعيينه بالنداء. سنأتي بالتفصيل إلى كل واحد من هذه الأنواع المعرفية. فالاسم المعرفة قلنا إما نكرة أو معرفة. أولا الضمائر. الضمائر كلها اسم معرفة يدل على المتكلم، كأن تقول أنا، أو المخاطب أنت، أو الغائب هو. وهو نوعان. انظر إلى هذا التفصيل الدقيق العميق الذي يسير بهذا. نحن في الضمير الآن، في الضمائر، والضمائر متكلم ومخاطب وغائب. الغائب هو نوعان: إما بارز وهو ما له صلة وصورة في اللفظ تنطقها، وقد يكون للرفع أو النصب أو الجر، ولا يكون للجزم. إما أن يكون بارزا ظاهرا يعني، أو مستترا يعني مخفي. مستتر وهو ما ليس له صورة في اللفظ، وسنأتي إلى التمثيل. يمكن نطقها ولكنه يفهم من الكلام، ولا يكون إلا للرفع فقط. ننظر الآن. الضمير يعني بارز ومستتر. ثم هنالك ضمير منفصل ومتصل. الضمائر المنفصلة هنالك ضمير رفع، وهنالك ضمير نصب، أن تنصبه يعني تعطيه الفتحة. وهنالك بالنسبة للضمير المنفصل رفع ونصب. رفع أن يكون فاعلا أو مبتدأ أو خبر مبتدأ أو نائب فاعل وهكذا. وإما أن يكون متصلا، وفي المتصل ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر. نأتي إلى ضمائر الرفع المنفصلة. ضمائر الرفع المنفصلة مثل قولك أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. في كل اللغة العربية يعني ضمير الرفع المنفصل. أنا أكتب يعني تفصل الضمير عن الفعل. نحن نتعلم، أنت تستمع، أنت تقرأين وهكذا. هذا ضمير رفع منفصل عن الفعل. ولكن هنالك ضمير نصب منفصل كذلك. هذا في محل رفع. يعني لو قلت مثلا أكتب أنا صحيحة، وأنا أكتب صحيحة، فضمير الرفع أكتب أنا. أكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أنا ضمير رفع منفصل فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره لأنه ضمير. أعتقد هكذا تعرف. أنا أعرب أحيانا ليس مكتوبا أمامي. ف... وهكذا في ضمائر الرفع المنفصلة. نأتي الآن إلى ضمير نصب منفصل كذلك. في ضمائر النصب في محل رفع أنا، في محل نصب إياي. إياي تعني يا هذا، نحن إيانا، أنت إياك، أنت إياك، أنتما إياكما، أنتم إياكم، أنتن إياكن، هو إياه، هي إياها، هما إياهما للمثنى والمذكر، هم إياهم، هن
إياهن للجمع يعني. لكن هذا ضمير نصب، والذي قدمت قبله ضمير رفع. ده في الضمائر المنفصلة. نأتي إلى الضمائر المتصلة. ضمير الرفع فيها زي 6 أو 7. تاء الفاعل. تاء الفاعل ضمير رفع متصل، تقول كتبت. ناء الفاعلين تقول سمعنا وأطعنا وهكذا. وتقول نون النسوة برضو. نون النسوة المتصلة بالفعل في ضمير الرفع. أنتن كتبتن مثلا. نون النسوة المتصل في ضمير الرفع. ألف الاثنين كما وضحنا سابقا. وواو الجماعة المتصل محمدان يكتبان يكتبون. وياء المخاطبة تكتبين تكتبي أنت تكتبي. هذا في ضمير الرفع المتصل. نأتي إلى ضمير النصب. في ضمير النصب المتصل ياء المتكلم. ياء المتكلم. ناء المفعولين. والكاف كاف الخطاب أعني. وهاء الغيبة. ده في ضمائر النصب المتصل. وهنالك ضمير جر مثل ياء المتكلم وناء المفعولين كاف الخطاب وهاء الغيبة. تقريبا ضمير النصب وضمير الجر في الضمير المتصل هي تقريبا هي نفسها هي. ملاحظات على الضمائر. ضمائر الرفع المنفصلة أنا هو تأتي دائما مبتدأ في محل رفع. أنا مجتهد هو مجتهد. لكن أحيانا في الشعر مجتهد أنا مجتهد هو بتقلب أحيانا في الشعر حتى في النثر وفي وفي النثر الموزون والجميل أحيانا تبدل. ولكن هذه هي التراكيب الصحيحة يعني. أنا هو تأتي دائما مبتدأ في محل رفع. عندما تعرب تقول أنا مجتهد. أنا ضمير رفع. ضمير رفع منفصل في محل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره. مجتهد خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهكذا في هو مجتهد. في ضمائر النصب مثل إياي وإياك وإياك. ضمائر النصب بالإضافة إلى الاسم المعنى أسلوب تحذيري. نأتي الآن كقولك إياك الكذب. كيف نعربها؟ إياك الضمير دائما يعرب مفعول به منصوب على التحذير في محل نصب والكاف للخطاب. بالله شوف هذه اللغة جميلة كيف. إياك. ولما تقول إياك يعني أنت تقصد يعني جبت المفعول المنصوب وغيره لا يوجد شيء. كقولك إياك نعبد وإياك نستعين. ليس هنالك من هو جدير بالعبادة والاستعانة غيرك يا الله. إياك الضمير دائما يعرب مفعول به منصوب على التحذير في محل نصب. تحذير لا يمكن أن تشرك معه شيء في محل نصب. والكاف للخطاب. الكذبة مفعول به منصوب بالفتحة. وقد يكون لنا أكثر من منصوب. منصوب أول منصوب ثاني ومنصوب ثالث وقد يكون رابع.
هذا بالنسبة للضمائر، في ضمائر الرفع المنفصلة، هي في ملاحظات على الضمائر. كذلك رقم اثنين، في ضمائر النصب زائد الفعل مفعول به يفسره الفعل الذي بعده، كقوله إياك نعبد، أصلها نعبدك أو نعبد إياك. إياك مفعول به لفعل يفسره ما بعده، والكاف للخطاب. نعبد فعل مضارع مرفوع بالضمة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. إياك نحن إياك نعبد. رقم ثلاثة، ضمائر الرفع المتصلة كتاء الفاعل وناء الفاعلين، إذا اتصلت بالفعل تعرف في محل رفع فاعل. أكلت، أكلت، أكلنا، أكلوا، أكلا، تأكلين. فعل مضارع، فعل زايد ضمير رفع وفاعل في محل رفع، بمعنى أكلت، أكلت فعل وفاعل، وحد الفعل أكل. وأكلت هنا فعل ماضي، وتاء الفاعل في محل رفع، تاء ضمير المتكلم يعني في محل رفع فاعل. أكلت فعل ماضي وتاء الفاعل، ودائما فعل الماضي مفتوح يعني منصوب، لكن هنا مجزوم لاتصاله بتاء المتكلم، فتقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل في محل رفع فاعل. أربعة، ضمائر النصب ياء المتكلم أو هاء الغيبة. فعل زايد ضمائر النصب مفعول به في محل نصب ضربه ضربني، كقولك ضربه محمد. في الإعراب نقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الضمير في محل نصب مفعول به، ضربه اللي هو الفعل الفاعل المتأخر شوية. هي أصلا ضرب محمد زيدا مثلا، ونقول محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وليس مرفوع بالضمة. الكاتب يكتب يقول مرفوع بالضمة، لا، مرفوع لأنه وقع في محل فعل فاعل، في محل رفع فاعل. إنما الضمة هي علامة للرفع، حيث هنالك أكثر من علامة للرفع، الضمة والواو والألف والنون كما أسلفنا يعني. كثير في كتب النحو وكده أنا أجد هذا الكلام، والذي قرأ الآجرومية لا يقبل مثل هذا اللبس. طوال يقول إنه لأنه أنت بتعرب تحفظها هكذا، للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون، فأما الضمة فتكون في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث، المؤنث السالم، وهكذا. فالفاعل مرفوع لكونه وقع في محل في محل الفعل، لكن الضمة هي علامة للرفع وليس مرفوع بالضمة. وهنا أذكر عزيزي المشاهد، خلينا نضحك شوية يعني. كنا في الصف الثالث الثانوية، وفي القسم الأدبي، طبعا أنا امتحنت قسم أدبي لأدخل الإعلام، وكان بإمكاني أن أدخل المساغ العلمي يعني، وتلك قصة عجيبة يعني. المهم وأنا أول المجموعة، لكن اخترت أن أمشي إلى المساق الأدبي لأدرس الإعلام، لأنه الإعلام لا يدخل إلا من المساق الأدبي، لا يدخل إلا من باب المساق الأدبي. فكان أستاذنا أستاذ اللغة العربية الأستاذ ربيع، له التحية والسلام، يقيم في كسل الحبيبة يعني. لا عفوا، الأستاذ حمد النيل، حمد النيل. ربيع ده اسم آخر. أستاذ حمد النيل كان أستاذ اللغة العربية ويعطينا وكنا ساعتها ليس في الفاعل ومفعول وما إلى ذلك، بل كنا في الاستعارة، أنواع الاستعارات المكنية والتصريحية. فقاعد يسأل الفصل استعارة، إما أن تقول استعارة مكنية أو استعارة تصريحية.
وسنأتي إلى الاستعارات يعني. فكان في أمثلة كما أقرأ الآن. فكان في واحد أحد الطلاب من زملائنا يعني سارح كده بعيد، قال له: يا فلان، ما نوع الاستعارة الموجودة في هذه الجملة؟ فإما أن يقول استعارة مكنية أو تصريحية، يعني صرح بها يعني، ظاهرة يعني أو مكنية يعني يكنى لها بشيء. فالطالب كان سارح وتقدم إليه الأستاذ فقال له: استعارة بالمكنية. استعارة بالمكنية، ما في استعارة بالمكنية، استعارة مكنية أو تصريحية. فقال له: يعني عملت فول بالزيت مش كده يا ابني؟ قال له: قلت شنو؟ قال له: استعارة بالمكنية. فعلى طول قطع فيه كف الأستاذ. زي ما والله. قال له: عملت لي فول بالزيت، ها؟ ولمن عاش في السودان فول بالزيت يعني فول بدون زيت وفول بالزيت يعني. فاستعارة فذكرتني يعني. فاعل مرفوع بالضمة، لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فقدم ضربه محمد. الهاء ضمير ضمير نصب آه في محل نصب مفعول به. خمسة عزيزي المشاهد: ضمائر الجر مثل ياء المتكلم وكاف الخطاب، ويعرب على هذا النحو: الاسم زائد ضمير الجر يساوي مضاف إليه في محل جر، بمعنى: هذا كتابه. هذا مبتدأ في محل رفع فاعل. هذا مبتدأ لأنه ابتدأ به الكلام. كتابه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كتاب، ما ممكن تقول هذا كتابه وهذا كتابه. هذا كتابه. الهاء ليس في اللغة العربية شيء كده دخله كده زيادة كده بتاع، برضو له إعراب. الهاء في محل جر مضاف إليه. كتاب مضاف والهاء مضاف إليه لأنه هذا كتابه، كتاب فلان يعني. وهكذا. سادسا: الفعل المتصل به ضميران: الأول يعرب في محل رفع فاعل، والثاني في محل نصب مفعول به. انظروا إلى هذه اللغة الجميلة. فعل متصل به ضميران اثنين، واحد فاعل والثاني مفعول به. مثل قولك: ضربتك، أو أكرمتك. ما عارف في كتب النحو يعني لماذا يلجؤون إلى مثل ضربتك في حين يمكن أن تقول أكرمتك يعني. فخلونا نعرف ما هو موجود هنا آه، فيما هو قائم أمامنا. وقبل الإعراب، هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، ومنها أن تتابعون أيها السادة والسيدات حلقة في برنامج مع اللغة العربية. دقائق ونعود إليكم أيها الإخوة والأخوات. نعم أيها السادة والسيدات، عدنا إليكم. كنت أتحدث فأقول: الفعل المتصل به ضميران: الأول يعرب في محل رفع فاعل، والثاني في محل نصب مفعول به. كقولك: ضربتك. ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم. أصلا فعل الماضي مبني على الفتح. فتقول: ضربتك. ضرب فعل ماضي مبني على السكون، تاء المتكلم في محل رفع فاعل، والكاف في محل نصب مفعول به. يعني كلمة واحدة: ضربتك، فعل وفاعل ومفعول. لغة جميلة. الضمير المستتر المخفي: الضمير المستتر هو ما ليس له صورة ظاهرة يلفظ بها ولكنه يفهم من الكلام، ولا يكون إلا للرفع. لا يكون إلا للرفع. انظر إلى هذه الملاحظة: ويكون.
واحد في فعل الأمر: خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. خذ فعل أمر مبني على السكون. خذ. والسكون حتى عندما أنا أدرس للمبتدئين أساسيات التشكيل والحركات، ف وأقول فتحة وضمة وكسرة وسكون. فالسكون هو الإشارة المعروفة، والسكون هو الوقوف، يعني ليس هنالك حركة في الفعل يعني، وكأن السكون هو التوقف. ولا يمكن أن تنطق السكون. على سبيل المثال مثلا في في الحرف مثلا، أي حرف في أسماء الحروف، نقول تاء. والناس يغلطون حتى في أسماء الحروف، يقول لك تاء أو ألف باء تاء ساء. الكلام ده ما صح في أسماء الحروف. لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هكذا علمنا إياها المصطفى. ولذلك أسماء الحروف هي غير نطق الحروف عندما تدخل عليها علامات التشكيل يعني، أو علامات الحركات أو الحركات. فالتاء مثلا اسم الحرف تاء، عندما تدخل عليها الفتحة تصبح تاء. تاء وكأنه في حركة. تاء. كسرة تي. ضمة تو. وهنالك الممدود والمقصور، الشورت واللونج اللي بيسموها هكذا في اللغة الإنجليزية. يعني تقول تاء تاء بإضافة الألف طبعا. تي تي بإضافة الياء. تو ضمة تو بإضافة الواو. إنما السكون هو سكون عن حركة الحرف أن لا يدخل عليه، ولا يمكن أن تنطق الحرف عليه السكون إلا أن يتصل بحرف آخر. فالتاء إذا ما أعطيناها سكون على سبيل المثال، لا لم يبن المتحدث أي حرف يعني. كل الحروف إذا سكنتها لا تستطيع أن تنطقها إلا أن تلحقها بحرف آخر، وبعد ذلك تنطق. زي قولي، مثل قولي خذ الكتاب. خذ مبني على السكون طبعا، لكن حركناه خذ الكتاب بقوة. هذا على هامش الحديث يعني. ففعل الأمر الضمير المستتر إما أن يكون فعل الأمر ولا يكون إلا للرفع. لا يبرز الضمير ولكنه يستتر ويفهم من صياغ الكلام يعني. ففعل الأمر خذ الكتاب. خذ فعل أمر مبني على السكون. الكتاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. في خذ تقديره أنت. والفاعل ضمير مستتر وجوبا. ما أعرف لماذا قال وجوبا. خذ أنت الكتاب، يمكن أن تقول هكذا، لكنه اختصار يبدو لي هكذا. ووجوبا هذه أنا ما متبين لي الآن، وفي جوازا ولا شيء من ذلك يعني. النحو ده إذا ما اشتغلت به برضه مشكلة يعني. وأنا عندما كنت في الجالية العربية مدرسا للغة العربية كنت أركز على النحو والإعراب وما إلى ذلك. لكن يعني علينا أن نراجع المسائل، وأنا مستفيد جدا والله كما أنتم عزيزي المشاهد. ثانيا، في الضمائر المستترة حروف المضارعة مجموعه في كلمة أنيت. إذ الفعل المضارع المبدوء بألف أو نون أو ياء أو تاء، مثل قولك فعل مضارع مثلا
إما أن يكون مبتدأ بألف أو نون أو ياء أو تاء. فالألف: أشرب، أشرب اللبن، نشرب اللبن، محمد يشرب اللبن، أسماء تشرب اللبن. انظر: الألف أشرب، في النون نشرب، في الياء محمد يشرب، وفي التاء أسماء تشرب اللبن. الضمير المستتر أنا، الضمير المستتر نحن، الضمير المستتر هو، والضمير المستتر هي. أنا، نحن قد تكون ظاهرة، لكن الضمير المستتر هو يشرب وهي تشرب. من المعارف العلم. تحدثنا عن النكرة، الآن نأتي إلى المعارف. واحد، قلنا العلم. العلم اسم يدل على مسمى بعينه، سواء كان شخصا مثل محمد علي، أو كان مكانا مثل القاهرة، أسمر، تونس، أم أي شيء بذاته دون حاجة إلى قرينة خارجة عن لفظه. هذا هو العلم. لكن العلم له أنواع. أنواع العلم: الكنية، اللقب. إما أن يكون كنية أو لقبا. الكنية: كل اسم يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت أو أخت، كأبو بكر، أم كلثوم، بنت الشاطئ، أخت هكذا. اللقب: ما أشعر بمدح: الفاروق، الصديق، ذو النورين، أو أشعر بذم: الكذاب، النمام، الجساس، وما إلى ذلك. أما الاسم فهو ما يطلق على الإنسان عند الولادة ويعرف به بين الناس، مثل محمد وأحمد وما إلى ذلك. الاسم في العلم قد يكون مفردا على كلمة واحدة كعلي وسعاد وتونس، أو مركبا تركيبا إضافيا، مضاف ومضاف إليه، كقولك عبد الوهاب، عبد الوهاب، كفر الشيخ، كفر الدوار، شرم الشيخ، شيخ سعيد، آه قرقسم، هكذا مضاف مضاف إليه. حزحز، عندنا كثير في إريتريا بالمناسبة. عيلة برعد مثلا، عدو قعداد، دي كلها أسماء مضاف مضاف إليه. يبدو لي أسماءنا مركبة، مضافات كثيرة. طنق اللحاس مثلا، أربع ربع، حمرة كلبوي، مثلا، وهكذا يعني. أسماء مضافة كثير مركبة يعني، مضاف مضاف إليه. الاسم في العلم قد يكون مرتجلا وقد يكون منقولا. المرتجل: ما لم يسبق له استعمال في غير الأعلمية، كسعاد، يوسف، بغداد. المنقول: هو ما سبق استعماله في غير العلمية أو العلمية ونقل من صفة، حسن، محمود، شريف. هذه صفات منقولة ولكنها يعني نقلت كأسماء. وقد يكون مصدرا: إكرام، إخلاص، توفيق. كل هذه مصادر، من أكرم، أخلص، وفق. وقد يكون اسم جنس: أسامة، وردة، زمردة. أو قد يكون من فعل: أي اسم يبدأ بحرف من حروف أنيت، أتذكرونها؟ أشرب، نشرب، هو يشرب، هي تشرب. واحد من كاسم أحمد بالألف وبالنون نحمده، وبالياء يثرب وتغلب. اسماء عربية معروفة يعني.
ويعرب ذلك حسب موقعه بالجملة. صفة للأول يعرب مضاف إليه مجرور، كقولك أقام عمرو بن الخطاب العدل. في الإعراب نقول كده، حاول تعرب معنا عزيزي المشاهد. أقام ماذا تعربها؟ بس أعرب لنا أقام وأقيف. طيب اسمع الإجابة. أقام فعل ماضي مبني على الفتح. عمرو، أعرب عمرو مع نفسك. طيب اسمع الإجابة. عمرو فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ابن صفة مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. ابن مضاف، والخطاب مضاف إليه. الخطاب مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم أعرب لنا العدل. صحيح أنت إذا ما قلت العدل مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. شوف الفعل وين والعدل وين. الفعل هناك، والمفعول به أعني في نهاية الجملة. وقد تكون الجملة طويلة. أقام عمرو بن الخطاب عندما كان خليفة للمسلمين بعد الخليفة الأول رضي الله عنه وأرضاه، وبعد أن اتفق عليه على خلافته المسلمون في تلك الظروف الصعبة. وكل هذا العدل. والعدل جاءنا بعد كم كلمة يعني. المفعول به لم يأتي لحد ما نقول العدل. ولذلك متعة هذه اللغة أنك أنت تستمتع بإعرابها. قد يأتي المفعول به وقد يأتي الفاعل كذلك، مش طوالي فعل وفاعل على طول زي اللغة الإنجليزية كده مثلا، وعلى طول طوال الأوبجكت، يعني زي ما يقولوا المفعول به. لا، ممكن فقرة كاملة فيها أربعة خمسة أسطر، الفعل في بداية الجملة والمفعول به في آخر الفقرة. وقد تكون هكذا على هذا البعد يعني. وأنا أذكر وممكن نختم هذا الحديث بهذه العبارة أو الموقف الذي يذكرني دائما بجمال هذه اللغة. والإنسان طبعا يتحدث مرات من ذكرياته وأحيانا من ذكريات الآخرين. التحقت بالمرحلة الابتدائية في السودان في مدرسة ود شريفي، واسمها كان عدكي، وعدكي يعني في قرية ود شريفي عندئذ. الآن هي مدينة ود شريفي، على ورا الجبل، جبل كسل اللي هو مكرام وتوتيل وهكذا يعني. يمكن 7 8 كيلو يعني من كسل، تقطع اللفة هكذا. فدخلت من الفصل الخامس لأن أكملت. كان عندي شهادة سنة واحدة في المعهد الديني الإسلامي بأغرداد، لشيوخي وأساتذتي ومؤسسه لهم الرحمة والمغفرة جميعا. فخيرني الأستاذ فكي حامد رحمه الله وأحسن مثواه، عثمان فكي حامد. عثمان فكي حامد كان مدير المدرسة الابتدائية حينئذ. فقال لي: يا ابني، أنت درست كل العلوم هذه؟ قلت له: نعم. وكان ترتيبي الثالث. فقال لي: الابتدائي 13 مادة، سنة أولى في المعهد، لغة وصرف وسيرة وجغرافيا وتاريخ وفقه وحديث وهكذا يعني. فقال لي: يا ابني، الابتدائي من الأول إلى السادس، اختر أي فصل تدخل. شوف المعاهد دي، شوف المعاهد دي كانت عظيمة، وكان يعني خريجي المعاهد وهم اللغويون حقيقة يعني. والله لو تركت هذه اللغة للمدارس النظامية، يعني يمكن هذه ما تبقى من اللغة ما كان موجود.
فالمعهديون أنا دائما أكن كل تقدير واحترام للمعهديين. فقال لي اختار، فاخترت الصف الخامس على أن لا أدخل من السنة الأولى في مواجهة امتحان المرحلة الإعدادية الوسطى، يعني من الابتدائي انتقال يعني. فقلت للصف الخامس، فقبلت بالصف الخامس. فدخلت، وكانت الحصة الأولى هي حصة اللغة العربية. شيء جميل يعني بالنسبة لي يعني. وكان أستاذنا عندئذ الأستاذ أحمد عجيب، له الصحة والعافية. فبدأ يسأل من حاجة مثل هكذا: بيت من الشعر فيه بيتان، شطر وعجز بيتين، وكان الفعل والمفعول به والفاعل وهكذا. فقال: وين الفاعل؟ فبدت الجملة بفعل، ويبحث عن الفاعل. فالطلبة يرفعوا أيديهم، وأنا رفعت مع الطلاب الصف الخامس. فلم يعرني المدرس أي اهتمام يعني، طالب جديد يعني، أنا أول مرة داخل يعني. ففلان فلان 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 لم يجب أحد، والله أنقلها كما هي. فعلى طريقة المعلمين: ها أنت طيب، ها. زهجان طبعا. المدرس طبعا يزعل. مدرس متى يكون مبسوط؟ عندما يسأل ويجيب الطالب يجيبه. وفي بعضهم معلمين يسألون ويتوجهون إلى الطالب الذي يريحهم، يديه الإجابة يقول له شاطر ويفوت. فما يعملوا يعني، لأنه متعبة لأن لا يجيب الطالب. أنت تتمنى كمعلم دائما أن يجيب الطالب إجابة صحيحة يعني. ففي وحدين يريحوا نفسهم، يقول لك تفضل أنت وخلاص يعني. تربويا ما سليمة طبعا. عليك أن توزع الفرص لكل اللي هناك، لكن توزيع الفرص أحيانا تثقل كاهلك يعني. فالأستاذ أحمد عجيب لم يجد الإجابة، فأشار إلي: أنت طيب، ها أنت قال. فأجبت بالإجابة الصحيحة. قال لي: يا ابني، قلت فين الفاعل؟ قلت له الفاعل، وكان الفاعل في عجز البيت الثاني. قال لي: أنت متى جيت؟ بالدارجة السوداني خليه يحكي. يا ابني انت جيت 200. قال لي. قلت له: جيت اليوم. اسمك مين؟ اسمي احمد شريف. جيت اليوم؟ قال لي: ايوه. ما شاء الله. قال لي: ده الفاعل. ايوه. وين المفعول به؟ يعني والمعلم هكذا لما يلاقي طالب كويس: اين المفعول به؟ اديته المفعول به كان في عجز البيت الاول، وشوف الفاعل وين ورا يعني. قال لي: ممتاز يا ابني، انت اسمك مين؟ قلت له: احمد شريف. انت جيت اليوم؟ قال لي: ايوه جيت اليوم. فقال لي: اقرا البيت الشعر كده، اقراه لين. قال: قراته قراءة صحيحة، انا معهد يعني. وقال لي: اخي، هل يمكن ان تعرب؟ والله بديت اعرب اعراب صحيح. تعثرت في حته حتتين ثلاثه كده، لكن دخلت حتى في البيت الثاني. قال لي: يا ابو حميد. قلت له: اسمك مين؟ احمد شريف. يا ابو حميد يا شاطر. قال لي. فمن اليوم ده كان بيقول لي ابو حميد يعني. وربط. وبعدين هنالك احمد شريف مين؟ قال لي: في واحد من اصدقائي قال له شريف الهندي. قال له: الهندي؟ قال لي: الهندي لا. قلت له: ادريس. وساعتها كان المعارض السياسي الكبير في فترة النمير الكلام هذا، الشريف حسين الهندي معارض كبير. من يتلفظ باسم الشريف حسين الهندي يعدم في سياسة النظام يعني. فقال لي في صديقي أبو الكتوي اسمه محمود أبو بكر موسى، له التحية في السعودية، فهو الذي قال شريف الهندي. قال لي: شريف الهندي بالجد؟ قال لي: لا. قلت له: شريف إدريس. قال له: تعال تعال، أنت تود أن تسيس لي الحصة. هو خايف على نفسه الأستاذ. فقال له: أتريد أن تورطني في السياسة وأنا وخايف طبعا؟ قال له: اذهب فاقتطع 5 أصوات من أشجار يسموها، بنسميها كان بيسموه العوير في السودان، ينبت حيث شاء يعني. فقطع 5 سيطان عقابا له. قال له: جيب 5. تريد أن تسيس لي هذه الحصة؟ قال له: وتوديني في داهية، سجن كوبر يعني مثلا. فجلد أخي وحبيبي
أبو بكر قطعت على جسمه و- وعلى ظهره الخمس السياط أو السياط الخمس. أبو بكر قام خلاص يعني مشلول يعني. والمعلمون عزيزي المشاهد عندما يركبون رؤوسهم يعني شيء، لأنه يبدو لي هي مرتبطة بالتربية وما إلى ذلك. يعني مجرد كلمة، وليس هنالك في الفصل جواسيس ولا مخبرين ولا أي حاجة، يعني أطفال صغار نحن في الصف الخامس. فركب رأسه الأستاذ أحمد عجيب، فقام أخونا موجوع ومفجوع يعني، فقال لي، كان يقول لي: هذا الاسم الذي أخذت عليه السياط يمكن أكثر من 20 ضربة يعني، لأنه تقطعت في جسمه يعني. لن أترك هذا الاسم بعد الآن قال. وإلى الآن يقول لي شريف الهندي، زميلي أبو الكتو يديه الصحة والعافية، فيقول لي: ود الهندي أو شريف الهندي. فهذه قصة، وقصتي مع الأستاذ أحمد عجيب له التحية والسلام. منذ ذلك الحين أصبحنا أصدقاء، فيتعامل معي معاملة الصديق وأنا في الصف الخامس يعني. قل لهم: شوف أبو حميد. وهكذا. وهكذا كنت برضو أنا في الجالية العربية، عندما أجد طالب ممتاز ويعرب وكذا تبني معه صداقة. وكنت قريبا من طلابي النجباء في الجالية العربية قبل أن تلتهمها سياسة العسف والخسف والظلم والجور، مجموعة الشعبية سامحهم الله. فلم تعد الجالية العربية كما كانت، عربية مسلمة نقية فصيحة خرجت كوكب من الناس. جينا نحن جئنا في الرمق الأخير من ذلك العهد الزاهر للجالية. اليوم مدرسة الأمل اسمها هكذا، تخرج طلابا غريبي الوجه واليد واللسان. أيها السادة والسيدات، سأتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة. آمل أن تكونوا استمتعتم بهذه الحلقة. أنا بالنسبة لي أحدثت عندي إشباعا من هذا وذاك. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. اللهم حبب إلينا هذه اللغة، وحبب إلينا أهلها، وحبب إلينا كل من يحبها ويدعمها. وهذه القناة جزء من رسالتها أنها تدعم هذه اللغة، ولذلك أقول عنها قناة مباركة بحوله تعالى. إن شاء الله نأتي في يوم من الأيام ونتحدث عن خصوصية هذه القناة وتميزها بما تتميز به في رسالتها الدعوية الوطنية الإسلامية والأخلاقية، وباللغتين العربية والتجرينية. لهم جزيل الشكر شيوخنا وأساتذتنا الكبار، ونحن نتعلم منهم. وما ذلك على علمائنا بعزيز أن يثقفونا ويعلمونا حتى ونحن في هذا العمر. عزيزي المشاهد، يقول الشاعر العربي، وليس العربي الجاهلي، هو عربي في القرن العشرين: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. رحم الله الشيخ الطيب السراج رحمة الله عليه. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، محدثكم أحمد شريف. ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة 62 بعد 100 بإذن المولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.